السلام عليكم ورحمة الله. برحب بكم أعزائي المشاهدين، كل سنة وإنتم جميعا بخير. خلاص أيام ويبدأ عيد الأضحى، يا رب كل أيامنا تكون عيد وسعادة لكل المصريين والمسلمين في كل الوطن العربي والغير عربي. كالعادة بنبدأ حلقتنا علشان نتكلم معاكم في أي خبر حدث في الشأن العقاري المصري في الفترة الأخيرة، ويمكن النهاردة هنتكلم عن حاجة تخص غرب القاهرة، وكانت متواجدة في زيارة للسيد رئيس الوزراء لمنطقة الحزام الأخضر، وكمان زيارة السيد وزير الإسكان لمنطقة الحزام الأخضر. دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء زار مدينة زايد الجديدة أو الحزام الأخضر في جولته الأخيرة هو ومرافقوه من السيد وزير الإسكان شريف بيه الشربيني ومعاونيه، وكان أبرز ما كان في الموضوع متابعة أعمال المرافق داخل المنطقة. طبعا معروف الحزام الأخضر هو عبارة عن 12450 فدان، بينقسم إلى 3 مراحل: 4500 فدان في مرحلة أولى، 2242 فدان في المرحلة الثانية، 3517 فدان في المرحلة الثالثة. تقريبا خلصت خلاص المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للمرافق، وجاري العمل على تنفيذ المرحلة الثالثة إن شاء الله. في نفس الوقت كان مهم جدا المتابعة لتنفيذ طريق البوليفارد الرئيسي اللي موجود في بوابة 1 للحزام الأخضر بطول 11 كيلو متر. وفي خبر تاني كنا نوهنا إليه، وزير الإسكان برضو يعلن إعادة فتح باب تلقي طلبات التقنين في الحزام الأخضر لمدة شهر من تاريخ الإعلان. خبر مهم جدا، ناس كتير كانت منتظراه من بدري، لأن من آخر فترة قفل فيها التقنين في الحزام الأخضر ناس كتير كانت بتدور. هي طبعا النسبة اللي قدمت نسبة كبيرة، بس احنا بنتكلم عن النسبة المتبقية كانت منتظرة خبر مبشر على عيد زي دوت من السيد وزير الإسكان، وبالفعل كانت هدية للمصريين والسادة الملاك في الحزام الأخضر أن يتم فتح إعادة التقنين مدة أخرى وهي مدة شهر. كما وجه السيد وزير الإسكان شريف بيه الشربيني بتيسير تلقي الطلبات، وأكد على توجيهات السيد رئيس الوزراء بالسرعة في تنفيذ المرافق والبنية التحتية. وأكد المهندس أمين غنيم نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية بأن التقنين المعمول به حاليا هو النظام العيني فقط. طبعا احنا عارفين ان التقنين كان موجود عيني، كان موجود نقدي، كان موجود بدل. هو اللي مفتوح في الوقت الحالي واللي واخد مدة شهر حتى تاريخ 30 أكتوبر 2025 هو التقنين بنظام العيني فقط. المهندس محمد مصطفى رئيس الجهاز أكتوبر أكد على تنفيذ المتابعة وتنفيذ أعمال المرافق برضو. يعني احنا بنقول من أول محمد بيه مصطفى رئيس جهاز أكتوبر، السيد الوزير شريف بيه الشربيني، صعودا للسيد رئيس الوزراء مصطفى بيه مدبولي، صعودا إلى القيادة العليا، كل الناس مركزة، كل الناس متابعة. بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله هيكون معانا ضيف مهم جدا جدا جدا، خبير عقاري مهم، خبير عقاري عارف اللي هو بيقوله كويس، علشان احنا مش عايزين نسمع كلام من أي حد وخلاص، عايزين نسمع كلام من متخصص. فهيكون معانا الدكتور ماجد عبد العظيم أستاذ الاقتصاد والخبير العقاري، وأحد الأسماء المتخصصة في تحليل الأسواق وتوقع الاتجاهات، وهنكون مركزين معاه في كل سؤال بيدور في الشأن العقاري في مصر، وهنحاول نستفيد معاه أكتر ونستفيد من وجوده معانا. استنونا، هنروح بسرعة ونرجع لكم على طول. برحب بيكم مرة تانية أعزائي المشاهدين. طبعا عشان تتكلم في العقارات مع حد متخصص ده بقى صعب جدا. احنا عارفين عندنا في مصر دلوقتي بقينا 100 مليون حد خبير اقتصادي و100 مليون حد خبير عقاري، فدايما احنا بنحاول ننتقي الناس اللي تكون موجودة معانا، اللي تكون فاهمة في المجال صح، واللي تفيد السادة المشاهدين في وقت ما تشوف الحلقة بتاعتنا وتقيمها هي ان هي من اقوى الحلقات مع دكتور ماجد عبد العظيم استاذ الاقتصاد والخبير العقاري، واحد الاسماء القوية جدا 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 في تحليل السوق وتوقع الاتجاهات. بنرحب بيك يا دكتور. اهلا وسهلا بحضرتك والساده المشاهدين الكرام، شكرا جزيلا. دكتور النهارده احنا هندردش وهنتكلم مع بعض بشكل مستفيض شويه في السوق العقاري في مصر في الفتره الاخيره، وهنسمع منك باستفاضه. فعايزين في البدايه نتكلم مع معاليك كده عن المشهد العقاري في مصر والمنطقه. حضرتك شايف الحاله اللي احنا بنمر بيها هل هي حاله ركود، رواج؟ حضرتك بتقيمها على انهي مديول؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لو بصينا للمشهد في سوق العقارات المصريه بالتحديد
هنلاقي ان اولا في هناك ظاهره في ارتفاع الاسعار، ثانيا ظاهره في زياده فترات التقسيط او التسهيلات الممنوحه من شركات التطوير العقاري للعملاء. ده بيدي مؤشر ان لو في تباطؤ في حركه المبيعات في كوارتر او ربع او ربعين من السنه، الشركات بتلجأ لطرق عشان تنشط المبيعات. احيانا بتبقى زيرو داون بيمنت، بدون مقدم، اول قسط على طول. تمام. واحيانا بتبقى فترات تقسيط اطول، بدل 6 و8 يبقى عندنا 12 وعندنا 14 و15، وبتدي للعميل فرصه ان هو يبقى عنده بدائل الاختيار في فترات التقسيط، وبالتالي اجمالي ثمن الوحده. وقد يجتمع الاثنان معا، يعني يبقى في زيرو داون بيمنت وكمان يبقى في فتره تسهيلات اكتر. ده نوع من انواع تحفيز العملاء على الشراء، بالاضافه لان شايفين طروحات جديده، مشروعات جديده نازله وفيها نسب تميز عاليه. مزبوط. لو جيت قلت لحضرتك في اقبال من العملاء على الشراء ولا لا، هقول لحضرتك في اقبال، لان الناس عايزه تحافظ على قيمه مدخراتها او تستثمرها. بس خلينا نقول يا دكتور عشان ابقى صريح معاك، احنا بنقسم مصر لشرائح، طبيعي معروف، في متوسط، تحت المتوسط، فوق المتوسط. احنا شايفين ان في طبقه معينه شويه بقى الموضوع بالنسبه لها صعب، بالنسبه للاقبال اللي حضرتك بتلمح ليه يعني. طبعا، لان مستويات المشروعات العقاريه انواع، في محدودي الدخل، في متوسطي الدخل، في العقارات الفارهه او العقارات الفاخره كما تسمى. لو جينا قلنا ان النسبه الاكبر من الناس اللي معاها فلوس بتتجه للعقارات يا اما ما فوق المتوسط او العقارات الفاخره، لانه معاه فلوس. مظبوط. الجزء الثاني اللي هو حضرتك بتعنيه، اللي هو محدودي الدخل او اسكان محدودي الدخل كما يسمى، مش هنلاقي في اقبال من القطاع الخاص كمستثمر، كديفلوبر، كمطور عقاري على الاستثمار فيه، ولكن الدولة بتساهم فيه بشكل كبير جدا من خلال طرح مشروعات الإسكان لمحدود الدخل، وأيضا ما يسمى بالإسكان المتوسط أو ما دون المتوسط. وبالتالي هنا بيبقى دور الدولة أكبر في الشريحة دي أو في النوعية دي من العقارات. لكن هنلاقي أن شركات التطوير العقاري القطاع الخاص بالتارجت يا إما الطبقات ما فوق المتوسط أو الطبقات الأثرياء أو الأغنياء، على أساس أن في معدل ربح أو هامش ربح هو بيتارجته. يعني المواطن المتوسط الدخل يعمل ايه؟ طيب انت شايف ان هو اللي بتطرحه الدولة في الفترة ديت كافي؟ يعني حضرتك شايف ان العدد اللي بتطرحه الدولة، انا شايف ان في طروحات، اللي احنا عندنا كذا اعلان نزل الفترة الأخيرة، بس من وجهة نظر معاليك هل ده كافي؟ احنا كم مليون؟ احنا كم نسمة؟ احنا 107 مليون نسمة، والعهدة على الراوي طبقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. احنا بنزيد في السنة بنسبة كام في المية؟ احنا بنزيد اكيوميليت التراكمي بنسبة 2.5%. يعني لو احنا 100 مليون، السنة الجاية هنبقى 102، واللي بعدها هنبقى 105 و600، 105 مليون و600 ألف. يبقى الزيادة السكانية يقابلها زيادة في توسعات المدن الجديدة، زي ما بنشوف، سمي ما شئت من مدينة وضع بجانبها الجديدة، حلوان الجديدة، أسيوط الجديدة، يعني كل المدن تقريبا في كل المحافظات. تمام. ولكن لو جينا قلنا ان معدل الطلب او الاحتياج اكتر من المعروض، اقول لحضرتك في هذه النوعية من الاسكان يمكن يكون في فائض اكتر في اسكان ما فوق المتوسط او اسكان الاثرياء او العقارات الفاخره يعني. تمام. لكن بما ان النسبه الاكبر او السواد الاعظم من المجتمع هو من متوسطي او محدودي الدخل، ده اللي انا بقوله بالظبط. كلام حضرتك مظبوط تماما. لان نسبه الاثرياء في مصر قد ايه؟ 5%، 10%، كنسبة تبدو قليلة لكن كعدد كتير. أكيد. لو 5% بس دول يعدوا ال5 مليون، دول مزبوط. دولتين. لو 10% يعدوا ال10 مليون، 3 دول 4 دول. مزبوط. وبالتالي علشان كده الناس اللي متراكم عندها ثروة بتحاول انها تستثمرها في العقارات، فتشوف ان في فعلا رغم ان في ارتفاع في الاسعار وفي ركود نسبي في بعض الكوارترات السابقة، والشركات عملت علاج ليه من خلال زيادة مدة التقسيط وطروحات جديدة، إلا أن مع ذلك هناك طلب متزايد على العقار. العقار في مصر مظبوط يعتبر أفضل وأأمن أنواع الاستثمار إذا أحسن الاختيار. أنا بشتري فين وأنا بشتري مع مين؟ لأن المطور العقاري قد يؤدي إلى ضياع أموالي. في مطورين عقاريين ويمكن بعضهم كان ليه مشروعات سابقة وسمعة تحولوا إلى نصابين للأسف الشديد. وبنشوف استغاثات كثيرة على السوشيال ميديا وفي البرامج أحيانا
على ان فلوسنا ضاعت وانه خد الفلوس وما بناش وراح اشترى في اماكن تانية او في دول تانية، وجي في الاخر قال لهم انا مش هعمل لا تشطيب ولا اسانسيرات.